أهلا بيكم في قناتنا وتلك كانت قصتي. لو عندكم أي مشكلة ومش لاقيين لها حل ابعتوها لنا على صفحتنا على فيسبوك أو تحت في صندوق التعليقات وإن شاء الله نلاقي لها حل. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان قناتنا تكبر بيكم. ومعانا مشكلتنا النهاردة. أنا واقعة في مشكلة وسمعت فيها كلام كتير لكن محتاجة أسمع رأي حد من بره. أنا آسفة إني هطول عليكم بس أرجوكم استحملوني، أنا حرفيا بموت. أنا كنت مخطوبة سنتين لشاب عنده 29 سنة، دلوقتي بقى عنده 31. عرفنا بعض عن طريق إن أخوه خطب أختي، ولما هو شافني أعجب بيا وفضل يفكر مع نفسه 6 شهور، وبعد كده فجأة لقيناه جاي يطلب إيدي من بابا. فاستغربنا جدا لأنه هو كان عنده معتقد ثابت إنه لما يجي يخطب هيخطب بنت عندها 26 سنة أو أكبر عشان تكون أعقل وأنضج يعني. أنا بقى خطبني وأنا كنت لسه صغيرة، كان عندي 20 سنة. المهم بابا وافق وانا وافقت واتخطبنا. فاول حاجه سالته انت ايه اللي خلاك تعمل كده رغم انك قايل انك مش حابب ترتبط ببنت صغيره؟ قال لي انا قلت كده بس بقالي 6 شهور مركز معاكي ولقيتك عاقله وقويه وتفكيرك ناضج وكانك انت كل اللي بدور عليه. والحقيقه ان انا شفت منه كل الحب اللي في الدنيا. هو بطبيعته راجل ساكت وصامت كده، بيفضل الهدوء، لكن معايا كان بيعبر عن حبه بكل الطرق وبكل الافعال. كنت بشوف الحب ده في عينيه والله العظيم وبمنتهى الصدق، وحبيته واتعلقت بيه. قعدت معاه سنتين كان بيحصل فيهم مشاكل لكن كان الحب بينا بيرجعنا تاني، وكان دايما بيدور على راحتي. لكن كان فيه عيب قاتل، وان هو لما يزعل كان بيلتزم الصمت الرهيب. اول العلاقة كان ممكن نص يوم مثلا ما يكلمنيش، بعد كده بقى 2، بقى يومين و3، وبقى اسبوع، وفي الاخر بقى شهر. انا كنت بنهار، لكن جالي وقت وبقيت اقول لما يهدى هو يبقى يكلمني، انا مش هجري وراه يعني. كنت بحاول اتكلم معاه بكل الطرق ان انا فعلا بزعل من كده. كان بيوعدني انه هيتغير، لكن للأسف بتحصل مشكلة تاني فبيعمل كده تاني. ورغم ان انا شخصيتي قوية جدا ومش اي حاجة ممكن تكسرني وعندي عقل واعي وده فضل من ربنا، والكلام ده بشهادة كل الناس اولهم هو واهله، الا اني كنت قدامه بكون انثى بمعنى الكلمة، لدرجة ان كنت بقول له انا مش عاوز افكر في حاجة في الحياة يا سيدي، انا كفاية عليا انت تفكر وانا همشي وراك. لان فرق السن اللي بينا انا كنت حباه جدا لانه هيكون حكيم اكتر وقادر يتدارك الامور اكتر. وكان هو فعلا مش بيخنقني ومش بيمنعني من الخروج ومش بيعمل اي تصرف مبالغ فيه، يعني بمعنى اصح ان هو كان بيحبني وعاوزني ابقى مرتاحة دايما. المهم اختي واخوه اتجوزوا وبدأنا انا وهو نجهز لفرحنا. رحنا نجيب السيراميك وقال لي اللي تختاريه واللي تشاوري عليه وراحتك وسعادتك دي اهم حاجة عندي، وبالفعل ده اللي حصل، وجاب لي كل اللي نفسي فيه. لكن فجأة من غير اي مبررات مامته بدأت تعاملني بطريقة مختلفة تماما عن معاملتها معايا اول ما عرفناها. كانت ست طيبة جدا ولطيفة جدا وبتعاملنا بمنتهى الحب والود، وعلى قد ما هي كانت بتدينا احنا كنا بنديها اضعاف. لكن فجأة تحولت تحول فظيع بدون اي سبب. فخلاص انا سكت، لكن بدأت اعملها معاملة فيها نوع من الرسمية، مدام يعني اللي هي اللي ده عاوزاه، يعني زي حضرتك يا طنط، يا رب تكوني بخير، وبس كده. بدأت هي بقى تاخد ردود افعال اكتر، كل ده وانا مش فاهمة هو في ايه. المهم مامته شحنته وتلكك على اول موقف هزار تافه بيني وبينه يكاد يكون مش موجود، وقعد 14 يوم كاملين ما يردش عليا حتى على الواتس. وبعد كده اتقابلنا خلال ال 14 يوم دول مرتين، مرة في بيتي ومرة في بيته. المرتين عاملني فيهم اوحش مما تتخيلي، وانا كنت بعامله احسن معاملة. وبعدين بعت له رسالة عاتبته فيها، لقيته بيقول لي انا نفسيتي تعبانة. قلت له خلاص حط اي زعل بينا على جنب وانا هكون جنبك لحد ما تعدي اي فترة. شافها ومردش. اتقهرت وزعلت على نفسي جدا، وخدت قرار ان كفايه بهدله المشاعري لحد كده، ومن فضلك يا بابا خد الشبكه وديها له. المهم بابا علشان كان بيحبه وبيحترمه كان بيجي في اي مشكله عليا علشان خاطره، ودايما كان اهلي كلهم بيقفوا في صفه. وعلى فكره دي كانت حاجه بتفرحني من جوايا لانه هو شخص فعلا يستاهل الحب ده. فبابا قال لي بلاش يا بنتي وفكري تاني، لكن المره دي لما حكيت لبابا التفاصيل زعل عليا جدا، وقال لي ازاي يعمل فيكي كده بدون وجه حق لمجرد ان مامته بتعاقبني على حاجه انا اقسم بالله ما اعرف ايه هي اصلا ولا في سبب واضح. فنفذ رغبتي عشان ما يجيش عليا اكتر من كده، وراح له البيت واداله الشبكه. واتفاجئ برد فعل خطيبي، خد الشبكه فعلا وقال لبابا انا بحبها وعمري ما هقدر اعيش من غيرها وملهاش ذنب في اي حاجه، انا لو لفيت الدنيا مش هلاقي زيها. بس رغم كل ده ما تمسكش بيا اصلا. اتقهرت كأن ابني اللي مات، كنت حرفيا بتقطع، روحي كانت بتروح مني لاني كنت بحبه اكتر من روحي، كان في نظري اعظم واحسن راجل في الدنيا. المهم جدتي حاولت تكلمه وخدت منه ميعاد على اساس تقعد معاه وتفهم ايه اللي حصل، وبالفعل اتفق معاه على ميعاد ولا راح ولا اعتذر. صاحب بابا ومقرب للعيله جدا، وخطيبي عارفه ومعرفه شخصيه يعني، والعلاقه بينا قويه جدا. حاول يتدخل وقال له انا هاجي اقعد معاك لانه انا عايز اعرف ايه اللي حصل، فللاسف رفض، ورفض كمان بقله ذوق. وحرفيا كل اللي حوالينا ويعرفوا تصرفاته دي بينزل من نظرهم جدا لانهم كانوا راسمين ليه صوره عظيمه جدا بسبب كلامنا عنه
حتى جوز اختي اللي هو اخوه حاول انه يتدخل ويقول له هو فيه ايه، برضه مرضيش يتكلم معاه. ونسيت اقول خلال فتره ال 14 يوم اللي ما كانش بيكلمني فيهم، ايام ما كان لسه خطيبي، راح لزق سيراميك الشقه، في حين ان كان في تعديلات انا وهو متفقين نقعد مع بعض نعملها ونظبطها قبل ما نلزق السيراميك، وقال لي خلاص حاضر، ومع ذلك عكس ده تماما وما عملش اي حاجه من اللي انا قلتها. المهم احنا بقالنا 5 شهور فاسخين الخطوبه، بستعين بربنا شويه احس ان انا قادره اتخطى الموضوع شويه وارجع تاني لنقطه الصفر. انا بحبه ومش قادره اتخيل نفسي مع راجل غيره، وفي نفس الوقت واخده على خاطري جدا انه استسلم بالشكل ده وما فكرش حتى يبعت لي رساله واحده. وانا على فكره من يومين كده بعت له مسج انه وحشني واتصلت عليه، قعد مرتين ما يردش، وبعد كده كنسل عليا وفتح الواتس، شاف الرسايل وما عبرنيش اصلا. لصاحبه المشكله، انا اسفه اني اقولك ان المشكله عندك انتي. مين فهمك ان الانثى بمعنى الكلمه بتلغي مخها وشخصيتها من اول ما قلتي كده؟ وانا بصراحه توقعت باقي القصه، مزيد من التنازلات، مزيد من الاهانه وقله القيمه والكرامه، لانك انت اللي حطيتي نفسك في الموضع ده. الانثى لازم تكون ذكيه وواعيه ومثقفه وعندها شخصيه، وحضورها كده يبقى طاغي، ووجودها مهم. لازم تكون ذكيه جدا كمان. المفروض ان الست بتكون اسلب للب الرجل الحازم، وده جزء من حديث شريف بيبين قوه تاثير المراه على الراجل اصلا. واللي جذب خطيبك ليكي في الاول هو ذكائك وشخصيتك اللي انت بكل بساطه قلتي له انا مش عاوزه افكر. ده معناه انك كنت بتتصنعي العقل والشخصيه، وهو مش عاوز كده، انت بنفسك اللي وضحتي ده في الاول. ثانيا، في حاجه غامضه وحلقه مفقوده هتبقى عند مامته، ولو كده فعلا ما اعتقدش انها هتوافق ترجعي له لو خطبك، يعني لانه مش صاحب اراده حره وصاحب قراره، وده برضو مؤشر خطير. يعني لازم تحطي ده في الحسبان. لو انت فعلا بتحبيه وانت شايفه ان المشكله بسبب مامته، طب هو ليه ما يتجوزكيش انت؟ يعني هو اللي هيتجوزك مش مامته. فلو هو ما حاربش الدنيا علشانك من دلوقتي، امال بعد الجواز ايه اللي هيحصل؟ وبخاصة ان كان في توافق، والدليل انهم جم خطبوكي، وكمان اخوه متجوز اختك والامور كانت تمام. تالت نقطة بقى، ارجوكي 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 ما تقلليش من نفسك اكتر من كده، واوعي تحاولي ترجعيه تاني. لازم تشوفي حياتك، خدي كورسات، طوري من نفسك، غيري طريقة تفكيرك، ابدأي كارير وحياة مهنية ليكي، وحطي اهداف في حياتك. اشتري عربية، اخلص 1000 كتاب، ابدأ مشروعي. لازم من جواكي تكوني مؤمنة بحياتك دي، مش بتعملي كده وجواكي انك عاوزة تعملي كده عشان تنسيه. اللي بيحب حد بجد مستحيل يسيبه او يستغنى عنه. موضوع انه يبعد عنك بالايام وانت لسه مخطوبة، دي حيلة اسمها الصمت العقابي، للأسف بيستخدمها الاشخاص الغير اسوياء نفسيا. راجعي نفسك برضو في الحكم عليه، وبلاش تحكمي مشاعرك. وفي النهاية بتمنى لك حياة سعيدة.